تشهد أروقة نادي ليفربول حالة من التوتر غير المسبوق بعد توارد أنباء عن اتجاه الإدارة لاتخاذ قرار جذري بشأن نجم الفريق الأول محمد صلاح، في ظل تدهور العلاقة بين اللاعب والمدرب الهولندي أرني سلوت. وبحسب مصادر إعلامية بريطانية، فإن إدارة ليفربول تدرس فعليا مستقبل اللاعب في وقت يعيش فيه الفريق واحدة من أسوأ فتراته بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تسببت في خروجه من دور الأبطال وفقدانه عدة ألقاب محلية. فقدان السيطرة وبداية الأزمة. تشير التقارير إلى أن المدرب أرني سلوت فقد السيطرة على غرفة الملابس منذ بداية الموسم، بعد أن أصبحت طريقة لعب الفريق مكشوفة للخصوم، ما أدى إلى تراجع الأداء بشكل واضح. وترافق ذلك مع صفقات لم ترقى إلى مستوى التطلعات، وسط ضعف واضح في وسط الملعب والدفاع، إضافة إلى كثرة الإصابات. ومع تفاقم الوضع، بدأ البحث داخل النادي عن طرف يتحمل مسؤولية التراجع، في وقت كان الضغط الجماهيري في أعلى مستوياته. خيار إدارة ليفربول: التضحية بالنجم. أوضحت مصادر مقربة من النادي أن الإدارة كانت مترددة في تجديد عقد محمد صلاح منذ البداية بسبب راتبه الكبير وتقدمه في السن، رغم أنه كان أفضل لاعب في الموسم الماضي. لكن الضغوط الجماهيرية أجبرت الإدارة على التجديد، قبل أن تعود الخلافات إلى الواجهة مجددا هذا الموسم. التصريحات المفاجئة وتصاعد التوتر. الأزمة بلغت ذروتها عقب تصريحات محمد صلاح الأخيرة بعد مباراة ليدز، والتي قال فيها إن علاقته بالمدرب شبه معدومة، وأن الإدارة تتعامل معه بحدة غير مبررة. وبعد ساعات من تلك التصريحات، نشرت وسائل إعلام بريطانية تقريرا يفيد بأن المدرب سلوت أبلغ الإدارة منذ بداية الموسم بوجود خلافات عميقة مع اللاعب. ورغم غياب أي تأكيد رسمي، إلا أن تسلسل الأحداث يعزز فرضية وجود صراع داخلي متصاعد. سيناريوهات المستقبل: قرار حاسم يقترب. بحسب مصادر داخل النادي، فإن إدارة ليفربول باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: إقالة المدرب أرني سلوت خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يسمح لصلاح بالبقاء حتى نهاية الموسم، الإبقاء على سلوت، وفي هذه الحالة يصبح خروج صلاح قبل نهاية الموسم أمرا شبه محسوم. المؤشرات الحالية تشير إلى أن الإدارة تميل نحو السيناريو الثاني، ما يفتح الباب أمام انتقال محتملا لأحد أبرز نجوم الكرة العالمية. الوجهات المحتملة لمحمد صلاح: تقول التقارير أن عدة أندية تترقب الوضع وتستعد لبدء المفاوضات فور توفر الضوء الأخضر. الدوري الإيطالي، يوفنتوس وميلان أبرز المهتمين، لكن القدرة المالية قد تشكل عائقا. الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يبرز كخيار قوي في ظل مشروعه الطموح. الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان قد يعود للتفكير في التعاقد مع اللاعب. الدوري السعودي، الوجهة الأكثر ترجيحا مع استعداد عدة أندية لتقديم عروض مالية ضخمة. الدوري الأمريكي MLS، خيار تسويقي مطروح خاصة مع خطط التوسع الحالية. ختام التقرير: حتى اللحظة لا توجد تصريحات رسمية من ليفربول أو اللاعب حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، لكن المؤشرات تؤكد أن النادي مقبل على قرار حاسم سيعلن خلال الأسابيع المقبلة، وقد يكون بمثابة نهاية قصة امتدت لأكثر من 7 أعوام. ويبقى السؤال مطروحا: هل وصل محمد صلاح إلى نهاية مشواره مع ليفربول؟ وما هي الوجهة الأقرب له في حال رحيله؟